إخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا المقطع. اليوم إن شاء الله نعاودكم واحد القصة لواحد جوج الخوت من الجزائر اللي هي قصة عاملة ترين، قصة سباء ونباء. جوج الخوت كانوا عايشين مع بعضهم في نفس الدار، كياكلوا نفس الماكلة، كيعيشوا نفس الروتين، وكانوا عزازين على بعضهم. ولكن هذا الشيء كان غير في الصغر. فاش كبروا تقدموا في العمر، كل واحد فيهم كبر. سباء تفوقت على نباء بزاف الأمور، في الدراسة، في العلاقات مع الناس، كانت مقبولة، كانت مزيانة. المهم الحياة ديالها كانت متيسرة بزاف، لدرجة أن نبأ جاتها الغيرة والحسد منا وحاولت تنتقم منا. فاش بقات سبأ دائما كانت متقدمة على نبأ في أي حاجة، نبأ غيجيها الحسد بزاف لواحد الدرجة أنها غتحاول تنتقم منا. فنبأ شنو غتعمل الإخوان؟ مشات لعند واحد عمتها كانت مشهورة بهذا السحر، قررت أنها تسحر الأخت ديالها اللي هي سبأ. دازت أيام وتقدم واحد السيد يخطب سبأ، تزوجت سبأ وخرجت من الدار ديالها. ولكن فاش مشات لعند الراجل ديالها بدات الحالة ديالها كتدهور بزاف، لدرجة أنها ما قدرتش تبقى في الوعي ديالها. حتى الراجل ديالها قرر أنه يديها لواحد الراقي، داها لواحد الراقي. ديك الراقي دهنا بالزيت وقال لها شنو كتشوف؟ قالت له شفت واحد البلاصة ضرتني في قلبي بزاف، ولكن هاد البلاصة ما عرفتهاش شنو هي بالضبط، او لا ما بغاتش تقول. المهم دازت ايام حتى سبأ ما بقاتش قادره انها تبقى في الوعي ديالها ولا تعمل شي حاجه، حتى اضطروا انهم يعملوا لها العمليه. ولكن قبل العمليه كانت سبأ كتقول شي كلام كيدل بان الاخت ديالها والعمه ديالها هما اللي كانوا السبب في السحر ديالها. يعني كانت كتوحي بانهم هما اللي سحروا لها، ولكن ما قالتهاش بواحد العباره اللي هي صريحه بزاف باش الناس او الاهل ديالها يعرفوها. المهم ديك اللحظه الاخوان الاخت ديالها نباء ما قدرتش تستحمل واعترفت بكل شيء، وقالت حتى ان الاخت ديالها سبأ نهار اللي جا الراقي ودهنها بالزيت شافت تم هي وعمتها. ولكن الاعتراف في هذا الوقت هذا جا متاخر بزاف، لان سبأ قررت تعمل العمليه. فاش الاخوان دخلوها تعمل العمليه جبروا عندها واحد الورم خبيث بزاف، واللي كان السبب في الوفاه ديالها. شوفوا الإخوان غير بسبب الحسد والغيرة شنو ممكن يقدر يوقع بين الإخوة. ردوا البال الإخوان، إذا أعطاكم الله سبحانه وتعالى شي نعمة حاولوا تحافظوا عليها وحاولوا تستروها، ما تبينوهاش بزاف أو لا تفتخروا بها لدرجة أنه يقدر يأذيكم شي واحد غير بسبب الجمال أو لا شي حاجة أعطاكم الله سبحانه وتعالى. كان هذا هو المقطع اليوم. ما تنسوش يا الإخوان تشتركوا في هذه القناة المتواضعة، وإذا عجبتكم القصة خليونا شي تعليق مزيان.